يبدو أن الزمالك سيظل كثيرا على المسرح، وإن النار اللي بدا للبعض أو للكثيرين إنها بدأت تهدى وبدأت تخمد. نار الصراعات واضح إن هناك من يغذيها، وإن الرماد ما يزال يحمل يعني في بطن الأرض كثير من الخطر، اللي بيشير إلى إن الزمالك مش هينزل من هذا المسرح النهارده ولا بكره، وإنما سيظل عليه طويلا. من يومين ثلاثة كان في بوست للوزير خالد عبد العزيز، بوست في منتهى الخطورة. الكلام اللي موجود فيه خطير، لكن لما قريته حسيت إنه هذا البوست فيك، ومع ذلك على ما يبدو بيتم التعامل معاه على إنه حقيقة، والناس بتتناوله ويعني بيتعاملوا معاه. وبكل أسف لا الوزير نفى هذا البوست، ولا الدنيا هديت، والدنيا ماشية بشكل يعني خطير، بيشير إلى أن عدم نفي هذا الكلام ممكن جدا جدا يصعد أكتر حالة الجدل اللي موجودة. البوست بيقول إيه؟ البوست بيقول: للعلم فقط، للعلم فقط، حدث اجتماع بين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن مصطفى والمهندس فرج عامر، واتفقوا على رحيل مرتضى منصور، وتم دفع 10 مليون جنيه للحكم مصطفى غربال. والبوست بيقول: وأشهد على ذلك، اللي هو المهندس خالد عبد العزيز، كما تم تزوير عينة لاعبي الزمالك لإحداث خلل بالفريق. ده الكلام ده في البوست. أنا ليس لي دخل بهذه الأحداث. المستشار مرتضى منصور شخصية قوية رغم خلافاتي معه. أنا كلامي موثق وهقدمه للنيابة العامة بعد تجاوزات الوزير الحالي في حقي. الكلام على لسان المهندس خالد عبد العزيز. تجاوزات في حقي في مكالمة هاتفية. الفيديو ده، البوست ده، لقى طبعا رد فعل، او التعامل معاه في رد فعل كبير. يعني المستشار مرتضى منصور اتكلم عنه وقال ان الوزير اهو بيفضح نظام المؤامره اللي تمت على نادي الزمالك، وانصار المستشار مرتضى منصور بيتعاملوا مع البوست بشكل خطير جدا جدا، وبيروجوا وبيدافعوا على انه طبعا الزمالك كان بيتعرض لمؤامره وقت ما كان المستشار مرتضى منصور رئيس للنادي، وادي شهاده الوزير. والناس بتتكلم عن البوست، وبتتكلم كمان عن انه المؤامره يعني كانت يعني خيوطها معروفه، والبعض بيستشهد انه بعض الزملاء اعترفوا ان هم كانوا بيتلقوا اموال من بعض المناهضين والمعارضين لمرتضى منصور عشان يسقطوا مرتضى منصور، وهذه ايضا فيديوهات متداوله. انا ببص على الفيديو، الى البوست ده، يعني ببص بلاقي مثلا انه الكتابه نفسها يعني ما هياش بتشير ان ده كلام ممكن يكتبه الوزير. يعني ايه دخل يعني المهندس فرج عامل في الموضوع؟ وبعدين الكلام كتب على لسان الوزير، يقول الكابتن حسن مصطفى. حسن مصطفى مش كابتن. وبعدين يقول ان 10 مليون الحكم مصطفى غربال. واضح انه طبعا دي مسألة فتنة شغالة بشكل كبير على كل الاتجاهات. وبعدين دخلنا في قصة ان الكلام يعني موثق، والاخطر الكلام اللي بيقول ان هو هيروح للنيابة عشان في تجاوزات بالوزير الحالي. وهنا برضو عملية إسقاط للي كاتب عنده كمية يعني مخزون عن معلومات قديمة، إنه كان الدكتور أشرف صبحي في أيام ما كان الوزير خالد عبد العزيز، الدكتور أشرف صبحي كان نائبا للوزير، وكان في خلافات بينهم، وكان الوزير يعني على ما يبدو العلاقة بينه وبين الدكتور أشرف صبحي مش ولا بد. الدكتور أشرف صبحي قدم استقالته ومشي. الدكتور أشرف صبحي جه وزير، فالعلاقات بين الاثنين مش ولا بد. يعني البوست فيه دعجنة
كبيرة جدا، وكل واحد بياخد على هواه. لكن أنا بشوف إن أنا رجعت على صفحة الوزير عشان أبص على البوست، ما لقيتش حاجة. سألت واحد يقول لي طب ممكن الشال، يمكن شاله. أجي أقرأ البوست ألاقي إن البوست مكتوب بشكل يعني برضو محتاج يعني عقل في تقييمه. لكن برضو ابص الاقي ما الاقيش نفي. لكن هو ماشي في سكة ان الزمالك كان في اوضاع مش ولا بد، وان كان في محاولات للاطاحة بالمستشار مرتضى منصور، وانه الدنيا كانت ماشية للتخلص منه الى اخره، والانصار بيتكلموا في هذا الكلام. وانا بشوف انه يعني الوزير اشرف صبحي ما تدخلش ولا نفى. انا يعني ممكن ما يكونش عرف، لكن دي واحدة من الأمور اللي أعتقد زي ما قلت الزمالك سيظل على المسرح طويلا. وهذا البوست يعني ولا فارق عامر، ما فارق عامر ايه دخله في الموضوع يعني. فالبوست والسكة اللي مشيت فيه أعتقد إن هي بتشير إلى إن النار لسه يعني موجودة، وإن عمليات النفخ في النار، نفخ بالبق البنزين زي بتوع الملاهي وبتوع السيرك القومي. ناس بتنفخ في البنزين. الأمر الذي يشير إلى أنه طبعا الوضع في داخل نادي الزمالك أو حوالين نادي الزمالك بشكل عام سيستمر طويلا. خصوصا أنه يعني الدنيا ماشية في السكة دي. وجي البوست ده اللي ربما ما يكونش ناس كتير شافته، عشان يعني يبين قد ايه حاله الترهل، وحاله الجدل، وحاله الخلافات والازمات وتصفيه الحسابات والاحقاد والغل والصراعات. يعني هو بوست، يمكن بوست في الهوا، لكن هو بيبين حاجات كتير. اعتقد انه محتاج نظرة، لان توقيته مهم جدا جدا. ومسألة إن الضرب بين الوزيرين في الحتة دي في التوقيت ده مع التغييرات اللي حواليها كده يعني فيها قصة. وبعدين الغربال دخل وعشرة مليون أي كلام في الهجايص. لكن كل اللي يهمني إن ردود الأفعال هتبقى سلبية جدا جدا في الأيام القادمة، إذا لم يسرع الوزير خالد عبد العزيز بأنه ينفي هذا الكلام ويقول إن البوست فيك. وأنا شايفه فيك. وعلى فكرة مش البوست بس اللي فيك، في حاجات كتير جدا جدا في الوسط بكل أسف بقت فيك. وهي دي المشكلة اللي مكبرة كل المشاكل. شكرا لحضراتكم.